بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. اليوم حضرت لكم سفوف صحي بدون زبده بدون زيت نباتيه، كيجي رائع كيجي لذيذ. لكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا الجنجلان، ها هو راه حمرته في الكوكوط مزيان تكرمل، المهم تحمص كي تيقولوا ليه محمص. هذا اللوز راه المهم خوت عليه الماء طايب، حيت لي ديك القشره ديالو قليته في الزيت. وهذا راه قليته غير في الفران، درت نص هكا ونص هكا. الجنجلان عندي هنايا 3 كيلو ديال الجنجلان، واللوز عندي تقريبا 3 كيلو حتى هو 2 كيلو تقريبا. المهم 3 كيلو الا ربع هكاك غادي تكون، حيت هذا ما عبرتوش، هذا عندي بلدي، كان عندي في الدار هرستو، المهم ديال البلاد، المهم بلدي. عندي هنايا حبه حلاوه والنافع 10 دراهم ديال حبه حلاوه والنافع. القرفه عندي هنايا 5 المعالق تقريبا. عندي السكر الثقيل، عندي كيلو الا ربع ديال السكر الثقيل، وعندي واحد الكوزه، وعندي المسكه الحره. والطحين غادا ندير تقريبا 3 كيلو ديال الطحين اللي محمر في الفران، محمر مزيان في الفران. المهم هاد المقادير اللي وريتكم كامله ان شاء الله. هاد الطريقه عاد هاد العام غادي نديرها. دي هادشي غنطحنو عند العطار، عنده ديك الطاحونه اللي كيطحن، ما كيدير لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه، يعني غير هاد المقادير هادي غادي يطحنها، غادي يخرج داك السفوف معلك. من غادي نجيب السفوف غادي غنخلي شويه ديال الجنجلان واللوز نهرمش منه، ما غاديش نديه كامل، غنخلي تقريبا النص غنهرمشو. والجنجلان حتى هو غنخلي منه هكاك. من غادي نجيب داك السفوف اللي غنكون طحنت عند العطار، وغادي نعاودو غادي نزيد عليه داك اللوز والجنجلان، وغادي نقرم وغادي نخلطو مزيان بهذيك. المهم نخلطو مزيان، نخلط السفوف مع هادشي بهذيك اللوز والجنجلان اللي خليت. المهم نخلطهم، المهم من غنجيبو من غادي نخلطهم قدامكم ديك الساعه. المهم غنزيد عليهم الجنجلان وهذا باش تيبقى باش كيبان، حيت هو من كيجي مطحون يعني كيكون مطحون مزيان. هذاك الشيء باش ما غنخلي اللوز مهرمش والجنجلان باش يبانوا فيه، يعني باش يعطيو واحد كيبان يعني الاقامه كتبان. وان شاء الله من نجيبو نخلطو معاكم ان شاء الله. نتلاقاو من نجيب من نطحن هادشي ونجيبو ان شاء الله. كما كتشوفوا هو دوك المقادير اللي وليتكم كامله هي طحنات، دابا طحناها شي تطحن عند العطار. دابا غنضيف ليهم الجنجلان، خليته صاين باش عاوتاني العشوب يجيو باينين. واللوز، هذا اللوز هرمشته. ودابا نبدا نخلط. دابا نخلطو كامل ونرجع معاكم. كما كتشوفوا ها السوف ديالنا هما تخلطوا كاملين، هذوك المقادير كاملين طحنتهم. والطحين زدت عليهم الطحين اللي غربلته من جبناه من عند انا كنحرقو عند مول الفران. المهم من جبتو غربلناه مزيان وزدتو عليهم، طحنا داكشي كامل. بانوا لي ناقصين شويه ديال الليدام، زدتهم شويه ديال الزيت البلديه. كما كتشوفوا السفوف ديالنا ها هو وجد اولا سلو اولا زميطه، كل واحد شنو تيقول ليه. كما كتشوفوا ها هو جا معلك رائع زوين كما هو الطبيعيه، بدون زيوت نباتيه بدون زبده. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ودعمونا بلي لايك ديالكم والكومونتيرات زوينين ديالكم. واللي اول مره غادي يشوف القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. والى اللقاء مع شهوة اخرى من شهوات نادية.